هلا هلا حبايبي، شلونكم؟ يا ربي تكونون بخير وصحة وسلامة. هسه اليوم حنسوي تمن وبجزر وبصل وهاي فتافيت مال الصمون او الكعك اليابس. حنلوثها بصدر الدجاج، لوثتها هسه يعني هيجي. بعدها هو طبعا زين، ولوز وتمن وكشمش وبهارات حسب رغبتكم كلها. هسه حنخبطها وهسه اراويكم الطريقة يا احلى متابعين. يلا تعالوا ويانا، يلا نقول بسم الله. قلبي خليت المي والملح خليته يفور، وهسه قطعت الجزر دبيته بالماي خليه يفور، لان المي مال الجزر اريد اسلق بيه التمن عمود الفوائد مالته ما تروح. زين حبايبي، هم يصير لون التمن حلو، وهم الفائدة مالته تكون أحسن. القيمة الغذائية تبقى بالتمن ما تروح. حبايبي هنا سويت البصل على شرائح، هسه أقليها أحمصها، والجزر هاي نسلقه. زين حبايبي، نص سلقة مو كلش عمود ما يمرد. وهسه نكمل الباقي، نجي نقلي البصل. حبايبي البصل اريده يصير محمص احمر، فقليه. حطيت له زيت الزيتون، اني اطبخ بزيت الزيتون. وهنا الجزر انسلق، هسه بعد له شويه، بعد شويه يستوي واصفيه، وهم اقليه احمسه، والماي مالته حسلق بيه التمن. حبايبي الجزر هاي سلقته وطلعته، هسه اقليه، وهاي البصل قليته، وهسه حناخذ التمن نذبه بمي الجزر. بسم الله، على مود ياخذ الفيتامينات واللون مال مي الجزر الحلو. هنا الكشمش قليته، واللوز والبصل والجزر. زين حبايبي، وهسه دا اقلي الدجاج، حضيف عليه البهارات. زين حبايبي، هاي الصدر الدجاج خلينا له هذا البقسم، وخلينا عليه البهارات. هذا البقسم المطحون او الصمون المطحون. زين هيجي كله يعني خليناه بيه، قلبناه لوثناه احنا نقول بالعربي. زين، وخلينا عليه كل البهارات، وحتى السماق خليت عليه، والفلفل الاسود. زين شنو انتو تحبون يا نوع بهارات خلوها. بس هذا التمن هنا نشف ميه، هسه حطلعه على صفحة. بقلبي هسه طلعنا التمن من الماي، صفيناه يعني. هسه بما احمس الدهن اقليه. شوفوا لونه ايش قد حلو صار، على صفار خفيف مال الجزر. شوفوا حبايبي الدجاج هم تقلص، صدر الدجاج وريحته كل. حبايبي هذا الجزر هم قليناه. هذا التمن اي نوع من البهارات يعجبكم انتو اذا تحبوها تقدرون تضيفوها عليه. هسه اني حركت الدهن، وهسه حذب التمن عليه. زين حبايبي، ونخلط المواد كلها وياه ونخليه يتهدر. قلبي اني خليه الدهن بالجدر، وهسه حضيف التمن عليه. خليت خبزاية بالشعب. زين حضيف البصل يعطي نكهة طيبة، وهاي التمة خبط طويل بهارات. هنا أضيف الجزر المقليته، وهاي البهارات بعد حسب رغبتكم. شوفوا شو تحبون، أي نوع بهارات تقدرون تخلون. زين نضيف الدجاج عليها.
نريد نطلعها، نخلي الكشمش اللي قليناه واللوز من نصب التمن للتزيين. زين حبايبي، وهسه حنخليها نغطيها على النار على ما يهدر يتهدد التمن. طيب قلبي، هسه خليناها على نار هادئة يتهدر. وهسه حركة الدهن، بسم الله. وأنصي الطباخ على آخر يعني درجة ناصية ونخليه يتهدر، وبعدين نجي نشوفه يا أحلى متابعين. حبايب قلبي، وهسه شوفوا البخار وتهدر، وهسه نقول بسم الله نبدي نصبه. حبايب قلبي، وهسه صبيناه، وما أوصف لكم الريحة شقد طيبة. ما أعرف انتو أي بهارات تحبوها تقدرون تخلون وتضيفوها. شوفوا يتجنن. وأني قلت خلي نغير، خلي نسوي حلقات أحلى، كل مرة مربعات لو مثروم ناعم ما يبين، بس هالشكل يبين أحلى وأرتب ومشهي. زين حبايبي، وهسه نخلي الكشمش عليه. شوف وشوية من البصل همين طلعنا على صفحة مود يعطيه شكل وطعم طيب. زين حبايبي، وهسه نرش عليه اللوز. سهمكم سهم العافية يا أحلى متابعين، وإن شاء الله عجبتكم هذا التمن، يعجبكم التمن بالجزر على طريقتي، طريقة بشبش. سهمكم سهم العافية، تابعونا وفعلوا الجرس، ونقول لكم باي. حبايب قلبي، هاي الخبزاية الجو التمن، طبعا هاي مو محروقة بس حمرة بالضوء تبين هالشكل، شوفوها محمصة. زين حبايبي، جربوه كلش طيب. خلينا ناكل هاي، نشوف شلون صار. تجنن، سمعوا الشقشقة. خبوا جربوا حبايبي. واللي هنا كملنا التمن والزلاطة، ونقول لكم سهمكم سهم العافية يا أحلى متابعين. جربوا، فعلوا الجرس وسبسكرايب سوونا إذا ممكن، ونقول لكم باي.